مكنة لورد دي من أحسن مكنة الحلاقة اللي في السوق، اللي هو بالشكل ده اللي هو السيفتي ريزور. دي أحسن غالبا سيفتي ريزور في السوق المصري يعني، وبراند مصري طبعا. ندعمها ونديها كل الشكر. بحلق بيها من زمان جدا، وجربت مكان حلاقة كتير زي اللي هو الصيني اللي هو بيتفتح، اللي هو بيتقال عليه باتر فلاي او فراشة، اللي هو بيتفك كده من هنا، والحتة اللي فوق دي بتفتح كده عشان تحط جواها الموس. بس طبعا الحاجات دي ما بتبقاش حلوة خالص في الأسعار الرخيصة. ده شكل المكنة بتاعت الحلاقة بتاعت لورد، السيفتي ريزور بتاع لورد، وهو وزنه مناسب جدا. وزنه مش بطال، مش خفيف قوي ومش تقيل قوي يعني، هي على قد سعرها حلو يعني، 80-90 جنيه متهيألي حاجة زي كده. وبيجي معاها الأمواس دي 5 أمواس هما بلاتينوم. هنحلق بيها النهارده. طبعا انت عشان تحلق محتاج فرشة حلاقة تكون نظيفة، يعني ما تسترخصش وما تستكترش في فرشة الحلاقة. انا معايا دي النهارده اسمها توكانو. توكانو دي مكتوب عليها ان هي ايطالي. هي شبه الاوميجا جدا. طبعا الفرش الحلاقة دي بتبقى شعر طبيعي، ده بيبقى شعر خنزير، ده بيبقى شعر خنزير للأسف. بس هي بتكون ممتازة جدا على الوش لما طبعا تنقعها في مية سخنة من الحنفية، يعني متحطش مية من الكاتل يعني. وطبعا لما تيجي تنقعها مثلا في مية قبل ما تحلق وكده، يعني انت هتاخد مثلا دش وهتنقعها في مية، انقعها في مية لحد الحتة دي، ما توصلش المية لحد فوق، ولا طبعا يبقى واصل هنا، عشان دي بيبقى اسمها نوت او ما اسمها عقدة، حاجة شبه كده. هي بتقال عليها كده يعني، هي بتبقى من تحت بيبقى نفس الشعر ده كده، نفس الشكل من تحت، بس بتبقى مكبوسة ومحطوطة في زي ريزن أو إيبوكسي أو حاجة زي كده، وبيتلزقوا هما الاتنين، النوت أو العقدة أو الإيبوكسي من تحت مع اليد. ف حاول ان انت يعني ما تجهدش الجلو او اللزق اللي هم ملزوقين بيه. معرفش يعني هتبقى ملزوقه بالبوكس غالبا يعني، او هتبقى ملزوقه بريزن بشكل عام. فانت حاول ان انت ما تجهدش اللزق ده يعني. انت بس اغسلها كويس طبعا، اول ما تجيبها لازم تغسلها كويس بصابون وكده. بيبقى فيها ريحه حيوان كده اول استخدامين 3. طبعا يعني الريحه دي بتروح منها بعد فتره، وبرضه بعد ما بتستخدمها كذا مره بتلاقيها ايه يعني، بتلاقي الفرشه نفسها نفشت كده من فوق، وبيبقى شكلها احسن وبتكون افضل للوش يعني. هنستخدم النهارده 5 فايفز او 5 خمسات شيفنج كريم، سوبر شيفنج كريم. انا ما استخدمتوش قبل كده عامه يعني، دي اول مره استخدمه، وعندي بقالي فتره، بس انا كنت عايز استخدمه او اجربه في فيديو يعني. مش عارف احدد ريحته قوي. هنجيب السلطانيه بتاعت الحلاقه ونحط فيها حته قد حبايه الفاصوليا مثلا، او حبيتين 3 بسله. اوريها لكم دلوقتي. يعني هو كتر مني شويه يعني، ما تحطش اكتر من كده، مش هتحتاج اكتر من كده لو انت هتحلق دقنك وشين او 3، وخصوصا كمان ان الفرشه صغيره، فمش هتحتاج مش هتشرب ميه وكريم كتير. ده شكل العلبة بتاعت فرشة الحلاقة التوكانو. أنا جايبها من هيلز كير اللي في جاردن سيتي، باين الدقي، في الدقي. كنت رحت هناك قريب من الصيدلية دي، كنت واقف قدامها، وبعدين كان في كنت مستني حد، كنت بشتري متهيألي اسطوانة أو حاجة زي كده، ما علينا يعني، CD بلاي ستيشن.
وانا واقف مستني الراجل اللي هقابله اخد منه الحاجه، لقيت الصيدليه دي داخل خارج منها قطط كتير جدا جدا، وبعدين حاطين لهم اكل وميه وبتاع، فحسيت يعني المكان ده لازم اتعامل معاه. فانتوا لو قريب منه يا ريت تتعاملوا معاه. ده رقمهم واسم الصيدليه. هم كاتبين عليها ان هي اوميجا، بس هي مش اوميجا، هي براند تانية اسمها توكانو، بس هما الاتنين شبه بعض جدا جدا يعني. دي زيها بالظبط، في منها اوميجا. هنعمل ايه؟ هنجيب كده الفرشه ونفضل ايه شغالين كده بيها لحد ما تعمل فوم. ريحته مش احسن حاجه في الدنيا، بس يعني تمام. هنجرب ونعرف اهم حاجه ادائها على الوش. مش عارف برضه اذا كانت الريحه دي من الفرشه ولا من الكريم، بس هو الكريم عامل زي حبيبات كده، مش عارف ايه الحبيبات دي، هنعرف برضه. قبل ما تستخدم طبعا الكلام ده كله تكون غاسل وشك كويس جدا، او لو عندك ميه ورده او حاجه زي كده برضه ممكن تعملها في وشك لو انت مش واخد دش مثلا، عشان انت ايه تطري الشعر اللي انت هتحلقه. لو بتاخد دش قبل ما تحلق تمام، يعني مش لازم تستخدم حاجه. لو استخدمت طبعا هيبقى احسن، بس مش شرط يعني، مش لازم. مش عارف، هو عامل حبيبات كده، مش هوريها لكم دلوقتي. هو عامل فوم نوعا ما كويس، بس هو في حبيبات كده، مش عارف ده ايه بصراحة. هنجرب برضه. متهيألي احنا كده جاهزين. غالبا دي ريحة الفرشة، ريحتها وحشة جدا جدا، ريحتها حيوان، كأنك جبت كلب وحلقت له شعره وخدت منه شوية شعر وبتحلق بيها دلوقتي. هو أداء الخمس خمسات عموما شكله كده بيقول إن هو ممتاز. الانجرام اللي انا استخدمته في الفيديو اللي فات، انا بحب الانجرام جدا، بس هو الفيديو اللي فات قعدت احلق بتاع نص ساعة او اكتر. ده هرى وشي، هرالي وشي. دخله منسول، المنسول هرى للبشرة. لو بشرتك حشاشة حاول تقلل من استخدامه. انا بحب بصراحة الاحساس ده، مش احساس ان انا وشي مغلي، لان انا احساس الهريان بتاع الوش ده حسيته بعد ايه مثلا، بعد ساعتين مثلا لما حلقت. بعد كده خلاص يعني ما بقتش حاسس بحاجه، بس كان احساس رخم. دلوقتي هنلود مكنه الحلاقه. ده شكل الموس، وتجيبه تفتحه كده. خلي بالك عشان ما تتعورش، لان هو بيبقى حامي لاقصى يعني درجه، ما تتخيلش هو حامي قد ايه. هتجيبه تمسكه كده، وهتجيب مكنه الحلاقه، هتفك مكنه الحلاقه وثلاثه. مش عارف ليه انا عملتها كده، بس يعني الكاميرا اصلها بعيدة، حاسس بتوتر شوية مش عارف ليه. طب خليها هنا دلوقتي. اتكلم على حاجة، حاول ما تحكش الجهة بتاعت السلاح فيه. هتفك هتفك مكنة الحلاقة، وتجيب الموس تحطه كده، وتخلي الحتة دي، شايف انت ايه، هي عاملة زي حرف يو او حاجة زي كده. خلي قاعدة حرف اليو هي اللي تبص للموس، يبقى بالشكل ده. يعني اتمنى اكون عارف اشرح. الصوت يقفل عليه. بس انت كده معاك مكنة الحلاوة بتاعتك جاهزة. خلي يبقى قدامك شفشق او طبق او حاجة زي كده غويطة، ايه، بعد ما تنزل كده شوية تغلوش كده بيها في المية، وتتأكد ان الموس بتاعك طالع من الناحيتين قد بعضه وشكله مظبوط. ده شكل المكنة. دي جديدة، أنا لسه بحلق بيها دلوقتي، بس كنت بحلق بوقتها كده بالظبط من أكتر من 10 سنين مثلا ولا حاجة، كانت بتحلق معايا كويس يعني. متضغطش على وشك،
سيب وزن المكنة هو اللي يقص الشرايط. لقيته ما بيعملش حاجة، هتضغط سنة، يعني انت هتفضل تضغط كده هتلاقي هي ليها سنس، يعني انت هتفهم السنس بتاعها لما تشتغل بيها شوية. بقالي كتير أوي ما حلقتش بالمكنة دي، وبحلق بالمكنة التانية اللي اسمها روكويل. إحساسها غريب إن أنا بحلق بيه دلوقتي. طبعا تحلق في اتجاه الشعراية في أول وش حلقة. مش عارف أحدد الخمس خمسات ده حلو ولا لأ، مش عارف، يعني في مشكلة مش عارف إيه هي، يعني حاسس بإحساس غريب معرفش ده عشان الصابون نفسه خفيف أو الكريم ده خفيف، ولا عشان أنا مش واخد برضه على المكنة أوي يعني. شايفين الالتهابات دي؟ عندي بقالها فترة بسبب إني كنت حلقت عكسي في رقبتي، معرفش ليه الجلالة خدتني وخلتني أحلق عكسي، بس أنا وشي كده لما بحلق عكسي وأفضل متبهدل شهور. هنحلق وش تاني بشكل عارضي، هنيجي يعني الشعرية لو طالعة كده احنا هنحلقها، هنجيلها كده بالموس نحلقها في الاتجاه ده كده، مش هنحلق عكسي خالص. ممكن كمان الوش التاني نحلقه في نفس اتجاه الشعر، يعني مش بطال يعني. بالنسبة للأسعار الحاجات دي كويس جدا، انت لو جبت الحاجات دي مش هتكلفك 200 جنيه، بس هتديلك يعني نبذة قوية وكبيرة جدا عن طريقة الحلاقة دي. يعني كنت بتشوف جدك مثلا زمان وهو بيحلق وبتاع لما انت بتيجي تحلق لو بتفكر في الموضوع اللي هو جدي كان بيحلق بمكنة شكلها غريب وبتاع، ممكن تجيب الحاجات دي وتجربها وتعرف هو كان بيحس بإيه. أحب أكد لك إن دي أحسن طريقة. كل الطرق الجديدة بتاعت الجيلت مارك 3 أو ماك 3 أو موك 5 معرفش أساميهم بالظبط يعني، بس في حاجات كتير جدا في السوق، كل الحاجات دي ماركتينج فقط ليس إلا يعني، مفيش أي حاجة من الحاجات دي.
نيجي عند الرقبة بقى ودقنك من تحت كده، حاول إن أنت يعني تحلقها بشكل عريضي كده. دي أقصى حاجة عندك تقدر تعملها لو أنت بشرتك حساسة، وبالراحة يعني ما تدوس خالص. لو أنت كمان مبتدئ وأول مرة أو مبقالكش كتير مثلا بتحلق بالطريقة دي، تخلي بالك جدا. تالت عورت اتعورت خلي بالكوا. طبعا انت لو عندك حباية او كده يعني يفضل ان انت متحلقش عليها عشان ما يحصلكش ده اللي حصل لي دلوقتي، بس يعني تمام. لو حصل تقدر تحط كده عليها صباعك، هي مبتبقاش تعورة جامدة يعني، بتبقى حاجة خفيفة خالص. وهقول لك نتعامل معاها ازاي بعد الحلقة. احنا كده خلصنا. اغسل وشك بقى بمية ساقعة، خصوصا كمان ان انت لو اتعورت زي ما حصل كده. هتجيب حجرة الشبة أو حجر الشبة، ما بصيت لها دلوقتي مش عارف ليه سميتها حجرة. وأنا بعمل الثامب بتاع الفيديو قبل ما أصور، أنا كنت صورتها في الفيديو اللي فات، كانت كاملة يعني شكلها متماسك نوعا ما، بس هي وقعت مني بقت 600 حتة، ودي أكبر حتة بقت موجودة في حجر الشبة. فطبعا ده أحسن منه بكتير جدا وبيقعد سنين معاك ممكن. أنا بخلي أخويا يجيبهولي من بره، متوفر عادي بره وسعره مش غالي أوي، بس تمام يعني. يا نهار أبيض، لا دي تعورة جامدة دي، خلي بالك. انت طبعا هتجيب حاجة هعمل في الحتة دي كده شوية، هتلاقيها ايه قفلت يعني. بس انت حاول طبعا ان انت تبقى بتحلق بهداوة. تمشي حجر الشجر كله مكان ما حلقت يعني. بس طبعا غلطتي من الأول إن أنا حلقت على الحباية، بس تمام يعني. لا رخمة، هتشيل البتاعة دي. لا أنا هرجع حجر الشبة الكبير أحسن. بس انت لو عندك حجر الشاب ده انت جايبه من العطار او كده يعني، وهو كامل، اللي هو التاني الحته الصغيره دي بيبقى مدور كده وبيبقى ماشي حاله يعني، مش بيكون وحش أوي. بص هنا لما مشيت عليها بالشاب الدم واقف يعني. بس كده خلصنا جزء الشابة. هتغسل وشك تاني شطفة كده فيها، وهتنشف وشك خفيف يعني. حاول ان انت ما تمسحش وشك، ما تدعكش وشك يعني، هتبهدل بشرتك يعني. هو انا بشرتي عشان برضه حساسه قوي، فانا بفضل ايه اخوفك كده من المواضيع دي يعني. حتى بص هنا ما برش برفان في الحته دي، الحته دي بتلتهب يعني. فحاول ان انت ايه يعني ما تبهدلش دنيتك. كمان استخدم دلوقتي افتر شيف اللي هو شيف كود، ده اسمه افتر شيف فلويد جل.
الحاجات دي كلها يا جماعة مش غالية يعني. ساعتين كده حط كتير بس تمام يعني، عشان برضه التعويرة دي كده وبتاع، عشان نرطب. نرطب بقى ايه وش الكون. ماشي. ايه تقييمي للحلاقة وايه تقييمي الحاجات اللي انا استخدمتها النهارده. هقول لك دلوقتي. ماكينة الحلاقة دي يعني ممكن اديها مثلا 6/10، ممكن 7.5 كمان من 10، عشان خاطر سعرها. يعني هي بالنسبة لسعرها هي أحسن حاجة فعلا تقدر تجيبها عندنا هنا في مصر يعني. فرشة الحلاقة دي هي زيها زي الأوميجا بالظبط، ولو إني حاسسها إن هي فعلا ممتازة جدا، ممكن تبقى أحسن كمان من الأوميجا اللي هي زيها دي. في أوميجا نفس الشكل كده، اللي هي مشففة من تحت وفيها لون من هنا والشعر فوق. دي أديها مثلا 8 مثلا من 10. كريم الحلاقة ال5 خمسات مش أحسن حاجة بصراحة، مستخدموش تاني يعني. أنا غالبا هخليه ستبن. اللي بنصح بيه أكتر طبعا الشيف كود، في اللي هو بالألوفيرا واللي هو للبشرة الحساسة، وفي اللي هو العادي. ده العادي ده ممتاز جدا وبحلق بيه كتير قوي، وده بتاع البشرة الحساسة اللي بالألوفيرا. الاتنين ممتازين وأسعارهم كلام فاضي يعني، مش عارف. التلات خمسات ولا الخمس خمسات ده برضو مش عارف ب20 جنيه متهيألي، 25 جنيه حاجة زي كده يعني. فهو بالنسبة لسعره برضو مش وحش يعني، بس هو ريحته بعيدا عن الريحة الوحشة بتاعت الفرشة، بس فيه ريحته صابون، وهو كمان الفوم بتاعه تحسه عامل زي الصابون كده. مش عارف، ما عجبنيش قوي بصراحة. خفيف ومش بيحمي الوش كفاية يعني. بس ده كده الفيديو بتاع النهاردة، أشوفكم الفيديو الجاي.